اشهر 3 كريمات في ترميم حاجز البشره المتضرر هم بايوديرما سيكابيو كريم، افانس كالفيت كريم، ولا روش بوزي سيكابلاست كريم. وفي الحلقه ديت هعمل لكم مقارنه بينهم الثلاثه، لان فعليا هم مختلفين جدا عن بعض في التركيبه وفي الاستخدامات، ومش كلهم ينفعوا لجميع انواع البشره، وبرده مش كلهم ينفعوا للاطفال زي ما مكتوب. فخليني اقول لكم الاختلافات الجوهريه بين الثلاث انواع في الحلقه ديت، وهقول لكم مين يستخدم ايه وامتى والاسعار وكل حاجه زي ما متعودين مع بعض. فاللي ما يعرفنيش انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. كلمة سيكا أو سيكا هي اختصار لعشب اسمه سنتيلا أثيانتيكا، والعشب ده ليه خصائص كتير جدا مهمة بالنسبة للبشرة. أول حاجة هو بيعمل على ترميم حاجز البشرة المتضرر من أي حاجة بقى، من حروق، من ندبات، من أي مرض جلدي مثلا زي الصدفية، بيعمل على ترميم حاجز البشرة وبيعيده للشكل الطبيعي بتاعه. تاني حاجة هو مخصوص للبشرة الحساسة المتضررة بأي نوع، يعني مثلا البشرة اللي بتعاني من الوردية هيكون مناسب جدا ليها. تالت حاجة هو يعتبر مضاد للأكسدة. ورابع حاجة هو غني بالأحماض الأمينية والدهنية اللي بتساعد على الحفاظ على رطوبة الجلد. عشان كده هو ينفع نستخدمه في الروتين بتاعك كبديل للمرطب، وعشان كده برضو هو استخدمناه في الترند بتاع السكين سايكلينج كيوم كامل مخصوص لإعادة ترميم حاجز البشرة. وهحط لكم اللينك بتاع السكين سايكلينج لو حد مهتم بالترند دوت، لأن هو فعلا مفيد جدا في تقوية حاجز البشرة، وإن بشرتك يبقى شكلها عامل زي البيبيهات وفعلا ما فيهاش أي مشاكل. خلينا نرجع تاني للسنتيلا ونقول إن هو برضو العشب دوت بيحفز انتاج الكولاجين وبيساعد على تقليل علامات تقدم العمر. عشان كده فعلا استخدام الكريمات ديت او اي حاجه خلاصه السنتيلا في الروتين بتاعك هتكون مفيده جدا جدا ليكي. فيلا بينا نشوف مع بعض اهم الانواع. هنبدأ مع بعض بالبايوديرما سيكابيو كريم، وهو من الأنواع المحببة إلى قلبي جدا في استخدامها على الجلد، وهفهمكم ليه. الأول نتكلم على التركيبة بتاعته. أهم ميزة الكريم دوت إن هو سميك جدا من جوه، زي ما هوريكم دلوقتي. هو عامل زي ما يكون بتحطي بلاستر على جلدك، الطبقة بتبقى سميكة عاملة زي البلاستر بالظبط، ولما بندهنها هي بتدهن وبتتفرد بسهوله، ولكن برضو هي بتسيب زي ملمس كده دهني على الجلد. وده عشان يكون هو مضاد للبكتيريا، لان جواه زنك ونحاس، والحاجات ديت مضاده للبكتيريا، حلوه جدا لو عندنا اي جرح او اي حرق متقرح. تاني حاجه هو جواه خلاصه ماده اسمها الانتاليجاسين، ودوت حاجه مخصوصه ببايوديرما بتساعد على تقليل الحكه وكمان التهيج الجلدي. وطبعا جواه صوديوم هيالورونيت عشان يحافظ على ترطيب الجلد ويحبس الرطوبه جوه، وده طبعا هيكون مفيد لينا جدا لو استخدمناه في الروتين العادي او حتى استخدمناه عشان نعالج الحروق والجروح زي ما انا لسه قايله. خلينا نشوف مع بعض اهم الاستخدامات. نوع البشره المناسب اللي تستخدم البايوديرما سيكابيو هي البشره الجافه والحساسه، وممكن المختلطه ولكن الدهنيه لا خالص، لاني لسه زي ما قايله لكم هو تقيل على البشره، وفي ناس معرضه ان يطلع لها حبوب تحت الجلد او تجمعات دهنيه تحت الجلد زي الميليا مثلا، فده ممكن يساعد على القصه ديت. لو بشرتك دهنيه او بتفرز دهون بسرعه سواء في الصيف او في الشتاء، بلاش من البايوديرما سيكابيو، وهنقول اللي ينفع ليه قدام. فنقدر نقول ان احنا ممكن نستخدمه للبشره الجافه والحساسه في الروتين بتاعها، ينفع نستخدمه للاطفال الاكثر من 6 شهور، اقل من 6 شهور ما ينفعش على الوش او على الشفايف، ولكن ينفع في التهابات الحفاضات عادي جدا، لان هو فعلا بيؤدي ان هو يقلل الالتهابات الخاصه بالاطفال في منطقه الحفاضات. وطبعا هو مناسب جدا بعد الليزر، بعد التقشير الكيميائي على البشره، او لو البشره الحاجز بتاعها متضرر باي شكل من الاشكال، حسب طبعا نوع البشره زي ما احنا لسه قايلين، بسبب بقى ورديه او لو عملتي تقشير وحصل فيه مشكله. ده من الحاجات اللي بتعيد ترميم البشره على طول، يعني في حوالي اقل من يوم. انا خليني اقول لكم تجربتي الشخصيه مع البايوديرما، عشان كده هو عندي انا كنت باخد علاج اشعاعي فتره كده، للناس اللي متابعاني فعارفه القصه، وللاسف كان عندي جروح متقرحه جدا في جلدي، وفعلا ما كانش في اي حاجه نافعه معاها، لا مضاد حيوي ولا اي حاجه ممكن نقولها يعني نفعت غير البايوديرما. البايوديرما انا وانس حطيته انا فعلا الصديد بدا يقل، الجرح بدا يقفل، الدنيا بقت احسن كتير. فعشان كده بقول لكم هو ده ما يعتبرش كريم علاجي ترفيهي، هو مهم جدا يكون عندك في البيت لو عندك اطفال مثلا، لو في اي حروق بتحصل، لو في اي تقرحات جلديه، لو تعرضتي للشمس وحاجز البشره بتاعك تضرر، حاجه زي كده في البيت هتكون مفيده جدا ليكي. مهم برده ان انا اقول ان هو ما ينفعش حوالين منطقه العين او في مدار العين، يعني بنستخدمه على وشنا بس لو احنا بشرتنا جافه او حساسه زي ما احنا لسه متكلمين. وبرده مهم ان انا اقول ان في نوع تاني من السيكابيو اسمه سيكابيو ارنيكا، هحط لكم صورته دلوقتي، وده عباره عن مختلف
عن السكابيول العادي اللي احنا بنتكلم عليه، لان هو ماده الارنيكا اللي فيه دي بتكون مضاده للكدمات والتورم. فلو انت عندك تهيج في الجلد وكدمه وتورم وزرقان، الارنيكا هيكون مناسب جدا ليكي، هتاخدي فوائد السكابيو وكمان حاجه مضاده للكدمات. نيجي لتاني كريم معانا النهارده وهو الافانس كالفيت كريم. الافانس كالفيت كريم تركيبته مميزه ومختلفه. خلينا نشوف جواه ايه. اول حاجه ماء افان الحراري اللي احنا عارفين ان ليه فوائد كتير جدا للبشره، من ان هو مضاد للاكسده وفيه مينرالز وفيه فيتامينز وحاجات كتير بتخلي البشره دايما مشرقه ومنوره. تاني حاجه وده من المواد الفعاله الهائله جدا هي ماده السي ريستور الخاصه بافان، ودي ماده بتعمل على التئام الجروح 2.5 مرة اسرع، عشان كده بيكون ممتاز جدا في الفلاكشنر ليزر مثلا لو احنا بنعمله على بشرتنا. تالت حاجه جواه كوبر وزنك او زي برضو البايوديرما سكابيو زي ما قلنا ولكن بنسب اقل عشان تساعد على التئام الجروح. وجواه بيز مرطب حلو جدا اللي هو شمع العسل او البيز واكس، ولكن ده مرطب معروف ان هو طبعا بيحبس الميه في الجلد وبيخلي الجلد رطب، ولكن ما ينفعش طبعا لكل انواع البشره خصوصا الدهنيه زي ما هنقول دلوقتي. واخيرا جواه مغنيسيوم عشان يطهر المسام ويخليها دايما ما فيش رؤوس سوداء ولا بيضاء، ويخلي طبعا ما فيش اي تجمعات تعمل لنا حبوب او اكني. فخلينا نشوف مع بعض اهم الاستخدامات. اهم استخدامات الافانس كالفيت كريم ان احنا ينفع نستخدمه طبعا بعد الليزر زي ما انا لسه قايله، وكمان في نوع مخصوص مرطب للشفايف وده بيكون مناسب جدا للناس اللي بتاخد حبوب اقراص يعني لعلاج الحبوب زي الايزوتريتينوين اللي بتعمل تشقق في الشفايف جامد. وكمان برضو من الحاجات الحلوه جدا اللي ينفع يستخدموها الرجال بعد الحلاقه عشان الانجرون هير والالتهابات اللي بتحصل لهم في بشرتهم، خصوصا لو بشرتهم حساسه بعد استخدام ماكينه الحلاقه. وبرضو خلينا نقول انه ينفع للحروق والندبات، وبنستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. وطبعا زي ما قلت ان هو تقيل فما ينفعش للبشره الدهنيه وينفع للجافه والحساسه. طب كده ايه الفرق بينه وما بين البايوديرما؟ تابعوني لاخر الحلقه عشان عامله لكم مقارنه حلوه جدا بس بعد ما نشرح اللاروش سيكابلاست. ونيجي بقى لاحلى واحد فيهم بصراحه، اللاروش بوزي سيكابلاست بي 5 بوم. انا ليه بقول احلى واحد؟ خلينا الاول نتكلم على التركيبه. اول حاجه هو جواه ماده خلاصه السنتيلا زي ما احنا لسه قايلين اللي هي الميديكاسوسايد، ودي ماده مخصوصه انها بتعمل على تقليل، او هي طبعا واخده براءه اختراع من لاروش، تقليل نسبه التهيج في البشره بنسبه 93%، وبتقلل الاحمرار بنسبه 91%. فده على طول بيديكي نتيجه فوريه بعد الليزر او بعد اي تقشير. تاني حاجه جواه ماده اسمها البرو سيراد، ودي ماده عباره عن خلاصه سيرامايدز بيور، بتدخل جوه جلدك تعمل فعلا على ترميم حاجز البشره المتضرر، لان زي ما احنا بنقول ان السيرامايدز هو لاصق البشره، فبتخلي بشرتك ما فيهاش اي ضرر ترجع تاني لطبيعتها. تالت حاجه البي 5 بقى اللي جاي من اسمه اللي هو البانثينول، واحنا عارفين اهميه البانثينول في اصلاح حاجز البشره المتضرر او في تشققات، برده بيساعد جدا ان ما يكونش فيه تشققات او حكه جلديه او حاجات كتير زي ما احنا عارفين كلها فوائد البانثينول. فعشان كده بقول لكم التركيبه بتاعته مميزه قوي، وغير كده كمان ان قوامه خفيف. خلينا نشوف مع بعض اهم الاستخدامات ونبدا المقارنه. اللاروش بوزي سيكابلاست ينفع تحطيه في الروتين بتاعك وانت مرتاحه خالص كبديل للمرطب. اشمعنى بقى ده اللي بنقول عليه كده؟ اول حاجه قوامه خفيف، لو كان الكريم او الجل ينفعوا للبشره الدهنيه. كمان جواه نياسيناميد هايلورونيك اسيد مع البانثينول، فانت كده بتاخدي فوائد هايله جدا اللي في جوه مرطب واحد، من ترطيب، من تقليل مسام، من انتي انفلاماتري او مضاد للالتهاب، وكمان البانثينول عشان يعمل على ترطيب البشره، فينفع تستخدميه كبديل للمرطب بتاعك عادي. طبعا ينفع للورديه، ينفع لبعد الليزر، ينفع لاي نوع من انواع التهيج اللي حصل في البشره بعد التعرض للشمس. فعشان كده هو بيكون مناسب جدا للاطفال وللكبار، خالي من العطور، وينفع نستخدمه في الروتين بتاعنا عادي زي ما احنا لسه قايلين. وللناس بقى الحلوه اللي كملت معايا لحد دلوقتي في الحلقه لازم اديكم الخلاصه. هقول لكم دلوقتي كل كريم الكي بوينت بتاعته او التريكه بتاعته ونستخدمه ايه وامتى عشان نلخص كل اللي قلنا. نبدا مع اول واحد البايوديرما سكابيو كريم. زي ما قلنا ان احنا ينفع نستخدمه للاطفال بعد 6 شهور، ما ينفعش نستخدمه على البشره الدهنيه لانه تقيل، مناسب للبشره الجافه والحساسه، ينفع جدا للقروح او الحروق المتقرحه اللي فيها صديد لان جواه مواد مضاده للبكتيريا، فهيساعد جدا على التئام الجروح وكمان مش بيسيب اثار، وينفع قوي للندبات وبيضيع اثارها مع الوقت ومع المواظبه. ولكن مش هيكون مفيد جدا ان انت تستخدميه على وشك في السكين كير روتين بتاعك، والافضل ان احنا نستخدمه على جسمنا. ولو في تورم او زرقان نقدر نستخدم النوع اللي هو الارنيكا اللي انا حاطط لكم صورته دلوقتي، هيكون افضل من انواع السكابيو لو في كدمات. تاني واحد هو الافانس كالفيت. خلينا نقول ان الافانس كالفيت مرمم جيد للبشره، كويس جدا بعد الليزر، الفلاكشن الليزر بالذات.
يساعد على التئام البشره مرتين ونص اكتر. قوامه تقيل لان جواه بارافين اويل بنسبه عاليه وبيز واكس، ودول حاجات بتكون مرطبه تقيله جدا على البشره، فبيسيب زي ملمس دهني كده ومش بيكون احسن حاجه بالنسبه للبشره الدهنيه، فما ينفعش نستخدمه للبشره الدهنيه. ينفع طبعا للبشره الجافه والحساسه وساعات المختلطه بس بطبقه قليله قوي، لو انت ما حصلكيش منها ضرر ممكن تكملي عليه، ولكن طبعا هو الافضل بالنسبه للجسم، مش احسن حاجه بالنسبه للحروق المتقرحه. يعني البايوديرما سيكابيو هيكون افضل، ولكن لو حاجه بسيطه ما فيهاش اي صديد تقدري تستخدميه عادي جدا، وطبعا ينفع للاطفال والرضع والبالغين والكبار بمنتهى الامان. واخيرا اللاروش سيكابلاست بي 5 بام كريم، ودوت اللي انا بحبه على اكتر واحد على الاطلاق ان احنا نقدر نستخدمه على بشرتنا، لان قوامه خفيف ومناسب لكل انواع البشره حتى البشره الدهنيه، وبتاخدي فايده حاجات كتير جدا، فتقدري تستخدميه كمرطب كبديل للمرطب في السكين كير روتين بتاعك، لان جواها هيالورونيك اسيد ونياسيناميد وبانثينول، غير طبعا الحاجات المميزه خلاصه السنتيلا اللي هي لسه قايلينها في التركيبه. فالموضوع اكيد هيكون مفيد ليكي جدا ومختلف، وينفع طبعا يستخدمه كبار واطفال، وفعلا بيكون مفيد جدا لو انت حطيتيه في الروتين بتاعك في السكين سايكلينج زي ما احنا لسه متكلمين. وعايزاكم بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا استخدمتوا اي نوع في انواع السكه، وتقولوا لي تجربتها معاكم، عشان لو عايزين نعمل مثلا بارت 2 او نتكلم على البدايل المصري بتاعته. وطبعا في الحلقه دي انا اعتبر عملت دليل شامل، فما تنسونيش في السبسكرايب واللايك والشير. ودلوقتي هحط لكم بلاي ليست فيها شويه شورتس كده ازازوا فيها لحد ما اشوفكم في الحلقه الجايه.